واخواتي واصحابي واحبابي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ودلوقتي يا اخواتي هنجرب مع بعض افضل طرق اكل المانجا. لدرجه ان انا هخلي المانجايه نفسها تندم ان انا اشتريتها ودخلتها بيتي. انتوا مش سعيدين يا اخواتي؟ بس انا مش سعيد. يلا بينا. ودلوقتي يا اخواتي واصحابي واحبابي هنجرب مع بعض الطريقه الاولى. يلا بينا. الطريقه دي يا جماعه طبعا معروفه جدا واي حد بيعملها، بس واجب عليا برضه ان انا اشيرها معاكم. يلا بسم الله. وبعد ما بنقسمها كده يا جدعان كده لفه كامله، بنعمل ايه بقى؟ بسم الله. بجمال وحركات وشقاوة. بعدها نمسك المعلقه. الطريقه دي بالنسبه لي يا اخواتي بتاعت الناس الرايقه، الناس اللي بتحب تتفرج على فيلم، بتحب تتفرج على اي حاجه بتحبها يعني، وتبدا بقى معلقه معلقه، حته حته، حبه حبه، اتفضلوا معايا. Much later. ودلوقتي زي ما انتم شايفين يا اخواتي واصحابي واحبابي، انا جبت لكم بالطريقه الثانيه. الطريقه دي يا جدعان عباره عن ايه؟ طبعا في مانجا متقطع كده وعسل ابيض. عايز اقول لكم يا جدعان ان الطريقه دي بتاعت الناس الاغنياء، بتاعت الناس اللي فاكرين نفسهم حاجات وهم اصلا شويه عهاد. يلا بينا بقى نبدا عشان ما حدش يزعل مني. يلا بسم الله. والله العظيم اختراع ولا اروع. بس بصراحه يعني عشان ما اضحكش عليكم، اول واخر مره اجرب الطريقه دي لانها كلفتني فلوس كتير. بس مش خساره فيكم يا اخواتي، عشان انا بحبكم في الله. سيبوني اخلصها بقى. Much later. دلوقتي يا اخواتي واصحابي واحبابي، انا جيت لكم بالطريقه الثالثه والاخيره. الطريقه دي يا جدعان بتاعت الناس المتخلفه اللي شبه حالاتي كده بالظبط. هنشوف. انا ازاي باكل. انا بصراحه يعني انا بحب العك واللك واللخوصه والكلام ده كله. انا بشوفه الناس المتخلفه، الناس المتخلفه بتاكل مانجا ازاي. يلا بينا بسم الله. راح يا اخواتي ما تزعلوش مني، بس دي طريقتي المفضله يعني. انا مش تجربوا كل الطرق وتقولوا لي ايه يعني طريقه عجبتكم. بحسوا ان انا باكل رنجايه. رنجه ملك الرنجه على الله حكايتي. وبكده يا اصحابي واخواتي واحبابي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا كالعاده زي ما احنا متعودين بعد نهايه كل فيديو او في بدايه الفيديو عادي مش هتفرق يعني، مش هوصيكم برضكم تعملوا اللايك الحلو بتاعكم وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات جديده اللي بتنزل على قناتي. طبعا عايزكم تقولوا لي ايه انهي طريقه عجبتكم، الطريقه الاعتياديه ولا طريقه الناس الاغنياء اللي فاكرين نفسهم حاجات وهم اصلا شويه عهاد، ولا الطريقه الثالثه والاخيره بتاعت الناس المتخلفين شبه حالاتي كده. اي حد عنده فكره فيديو عن حاجه معينه يا ريت يعني انتوا كده بتساعدوني على فكره، اكتبوها لي في التعليقات تحت وان شاء الله مش هتاخر عليكم واشوفكم الفيديو الجاي. بيس.